بأمسية ختامية مميزة على خشبة المسرح الجهوي عز الدين ميجوبي بعنابة أسدل الستار على الجولة الفنية التي أحيتها أوبرا الجزائر بوعلام بوسايح بالشرق الجزائري من خلال برنامج فني متنوع جمع بين روائع الموسيقى السيمفونية الكلاسيكية إلى موسيقى ورقصات جزائرية متنوعة أبرزت غنى والتنوع الثقافي الجزائري. اليوم كانت اختتام الجولة الفنية اللي كانت دار الأوبرا برمجتها إلى الشرق الجزائري. أول حفل كان في ولاية بوعليريج، البارحة كان في ولاية قسنطينة، واليوم يعني تم اختتام هذه الجولة في مدينة عنابة المضيافة اللي كان الجمهور في المستوى، واللي قدمنا برنامج فني متنوع من الموسيقى الكلاسيكية والغناء الأوبرالي إلى الموسيقى الجزائرية، بين الإيقاع والموسيقى الحداثة والأصالة ولمسات مميزة من التراث الجزائري الأصيل. تمتع الجمهور بأمسية ساحرة قابلها بتفاعل حار مع كل عرض فني، كما تميزت السهرة بمشاركة خاصة للفنان كمال بناني الذي زاد الحفل بأدائه الساحر رونقا وجمالا. اليوم الله يبارك أوبرا الجزائر خرجناها من الحيوط هذيك تاعها اللي كانت فيها الداخل في الأوبرا الضخم، وخرجت الجمهور الجزائري عملت الغرب وجاتنا للشرق. المشاركة اليوم كانت رائعة وعجبت الجمهور، لأنه عملنا فيزيون ما بين الأغاني تاع المالوف والموسيقى العالمية اللي هي الأوركستر سيمفونيك. يعني اليوم كان عندنا كونسير في مسرح الجهوي لعنابة، وكانت عندنا سيربريز كبيرة لأن الجمهور يتذوق كثيرا الفن الكلاسيكي كما البارح في قسنطينة، كما البارح في برج بوعريريج. ويعني هذه الجولة تاع الشرق هذه خلاتنا نتعرفوا على الجمهور الموسيقى السيمفونية والأكاديمية في الجزائر، وإن شاء الله تكون دورات أخرى باش نعموا هذه الموسيقى. جولة فنية راقية أكدت الدور المحوري الذي تلعبه الحفلات الموسيقية في نشر الثقافة الموسيقية الراقية بين مختلف شرائح المجتمع. تفاعل الجمهور وحضوره خير دليل على تعطشه لمثل هذه العروض الرافعة، وما كانت هذا الفن العريق كجسر يربط بين الماضي والحاضر.